من يكثر النقد لا يرى الجمال من حوله. وهذه الشخصية موجودة في مجتمعاتنا، ما أتصور في بيت أو أي مجتمع من المجتمعات يعني تخلو من هذه الشخصية، شخصية الناقد اللي دائما ينتقد الناس، ينتقد طريقة مأكلهم، مشربهم، لباسهم، أذواقهم، في البيت، في الأسرة، في الدواوين، دائما ينتقد سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا، على المستوى الشخصي، شخصية باختصار مركبة. هذا ما يحظى بسلام داخلي، فلذلك هو محروم، إنسان والله يشفق عليه، ما يرى الجمال من حوله، جمال الأشياء، جمال الطبيعة، جمال العلاقات الاجتماعية، جمال الروابط أو العلاقات أيضا الأسرية والصداقات. ما يرى الجمال، ما يرى الجمال، فعنده مشكلة داخلية، يعني هذا يشفق عليه. لذلك أنت دائما كإنسان احرص أن تكون شخصيات اللي تمشي معاها أو الشخصيات اللي تحتك فيها أو لا ترتبط فيها اجتماعيا تكون شخصيات إيجابية. ابتعد عن شخصية الناقد، لأن هذه شخصية مريضة وشخصية يعني مثبطة ومحبطة وتعطيك طاقة سلبية يفترض أن تكون أنت بمنأى عنها. فأنت ابتعد عن الشخصيات هذه الشخصيات السلبية وصاحب الشخصية الناقدة.